ازيك؟ يا رب تكون في احسن حال. هنكمل النهارده في سلسله قصه الانبياء، وهنتكلم عن نبي من انبياء الله اللي هو سيدنا صالح. سيدنا صالح جه بعد سيدنا هود عليه السلام لقوم اسمهم ثمود. قوم ثمود كانوا من الاقوام المشهوره جدا بان هم عندهم ميه عذبه وارض خصبه، وكانوا بينحتوا من الجبال بيوت يعيشوا فيها عشان تحميهم من كل حاجه. انا ما قلتش المقدمه صح؟ طيب لو انت بتشوفني اول مره على اليوتيوب انزل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك جديدنا باستمرار، ولو انت اوريدي مشترك ما تنساش تعمل لايك عشان نوصل الحلقه دي لاعلى عدد من اللايكات. دعمكم بيفرق معايا بشكل كبير جدا وبكون مبسوط بتفاعلكم. يلا بعد الانترو ما اطولش عليكم نشوف قصه سيدنا صالح مع قوم ثمود. مبدئيا قوم ثمود كانوا موجودين في منطقة موجودة في شمال غرب المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، وقريبة من منطقة تبوك أو تعتبر ما بين الحجاز وتبوك، منطقة اسمها الحجر. قوم ثمود زي ما قلت لك قبل الانترو كانوا مشهورين بأن هم قوم عندهم خيرات كتيرة جدا، ولكن كعادتهم وكعادة أقوام كتير جدا بيبصوا للنعمة وبينسوا المنعم، فبالتالي جحدوا وكفروا وعبدوا الأصنام. قصة سيدنا صالح مع ثمود اتذكرت في مواضع كتير في القرآن، سواء بشكل مفصل زي في سورة الأعراف والشعراء، أو بشكل أقل تفصيل شوية زي في سورة النمل وسورة الحاقة، أو في سورة أو بشكل في إشارة بس من بعيد زي في سورة إبراهيم والتوبة والحج. طبعا أنا ما بذكرلكش الصور كلها اللي اتذكرت في كل موضع من دول، لكن بذكر لك بس صورتين أو ثلاثة، ولكن هي اتذكرت في مواضع كتير كده وفي صور كتير جدا، فعشان ما بقاش بلخبط وبقول حاجة غلط قررت إن أنا أقول لك صور بسيطة من ده. وزي ما قلت لك هم كانوا مقررين ان هم يبقوا جاحدين بنعم الله سبحانه وتعالى وكافرين بيه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى لانه اسمه العدل بعت لهم نبي يعلمهم ان هم يوحدوا ربنا سبحانه وتعالى ويعبدوه وحده لا شريك له، زي عاده كل الاقوام اللي الشيطان ضحك عليهم قبل كده، زي ما انت شفت في الحلقات السابقه لما انا حكيت لك في قصه الانبياء، وزي ما هنشوف في الحلقات اللي جايه ان الشيطان دايما لعبته واحده، ولكن رغم تكرار لعبته ورغم ان هي لعبه لما تبص لها من بعيد تلاقيها ان هي ما فيهاش جديد، هي نفس اللعبه اللي هو بيلعبها على مدى طويل من الاجيال، انه يفضل يغويهم لحد ما يوصلوا ان هم يكفروا ويشركوا. ولكن رغم تكرار اللعبه اللي هو بيلعبها دي والحيله اللي هو بيعملها دي، الا ان البشر دايما بيقعوا في الحيله دي، الا من رحم ربي طبعا، اللي بيلحقوا نفسهم وما بيقعوش في ده، او يعني بيتعلموا دينهم صح، او بيكونوا خايفين من ربنا وبيبعدوا عن الطريق ده. ولكن قوم سيدنا صالح زي ما قلت لك جحدوا بالنعم اللي ربنا اداها لهم، وبصوا للنعم ونسيوا المنعم اللي هو ربنا سبحانه وتعالى بعت لهم سيدنا صالح اللي كان منهم وكان مشهور فيهم قبل ما يبتدي الدعوه. ولاحظ النقطه دي برضو كويس جدا، اي نبي بيبقى دايما مشهور في الامه بتاعته او في القوم بتوعه قبل دعوته بكل الصفات الكويسه، وتلاقيهم بيشهدوا له بان هو كويس وان هو طيب وان هو رجل خير وكل حاجه وحكيم وكده، ولكن مجرد ما يبتدي يدعوهم لعباده الله ابتدوا بقى يشككوا فيه ويدعوا عليه السحر والكلام ده، زي ما انت بتشوف كده في الايه الكريمه اللي هم ادعوا فيها وقالوا له بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا بيذكر لنا اللي حصل في القصه لما قالوا له يا صالح قد كنت فينا مرجوا، زي ما انت بتشوف لاخر الايات اللي هو كنت انت، هم بيتريق يعني بيشككوا فيه، اللي هو انت كنت قبل كده احنا كنا بنعتبرك شخص حكيم ونقي وخير، انت ايه اللي جرالك؟ انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ وكمان بيقولوا له في اخر الايه ان احنا بنشكك او احنا بنشك في اللي انت بتقوله لنا ومش مصدقين. استمر سيدنا صالح في ان هو بيدعوهم لعباده الله وحده سبحانه وتعالى لا شريك له، لحد لما في مره قرروا ان هم يعملوا حيله بان هم يطلبوا منه معجزه ويحطوا شروط تعجيزيه للمعجزه دي. فسيدنا صالح قال لهم ايه المعجزه اللي انتوا عايزينها؟ قالوا له احنا عايزين ان الصخره الكبيره اللي موجوده هناك دي تنشق ويطلع منها ناقه، ومش بس تطلع منها ناقه، لا شروط بقى تعجيزيه منها ان هي تبقى طويله وتبقى حامل وتبقى عشراء وقصه بقى، فاهم؟ اعتقدوا ان هم كده حاشا لله بيعجزوا المولى سبحانه وتعالى اللي هم مش مؤمنين بيه، لكن هم يعني حسبوها ان احنا بنحط الشروط دي لسيدنا صالح يبقى احنا كده هو مش هيقدر يعمل ده، فبالتالي نثبت ان هو ايه، مفيش حاجه من اللي بيقولها صح. فسيدنا صالح رجع للمكان اللي بيصلي فيه ودعا ربنا سبحانه وتعالى ان هو ينفذ لهم المعجزه بتاعتهم عشان يبطل الحجه بتاعتهم. وقد كان ربنا سبحانه وتعالى قدام عينيهم مش من وراهم، يعني حتى المعجزه مش حصلت وهم غايبين، المعجزه حصلت قدام عينيهم. الصخره زي ما هم طلبوا اتشقت وطلعت منها الناقه بالمواصفات اللي هم طلبوها، وبعد ما هم شافوا المعجزه دي عدد منهم برضو قليل امن، ولكن البعض الاكثر او الاغلب منهم صمم على عناده وكفره ان هم برضو مش مؤمنين بدعوه سيدنا صالح. ولكن لما المعجزه حصلت رغم ان هم كانوا كافرين ورغم ان هم كانوا جاحدين، لكن سيدنا صالح حذرهم وقال لهم ان هم ما يمسوهاش بسوء، وان هم هي ليها شرب في يوم معين وهم بيشربوا في يوم مختلف عنها. ويقال اصلا من ضمن الحاجات التانية اللي توريك برضو قد ايه البني ادم ده
يعني حالته صعبة جدا. يعني بيقول لك ان الحيوانات اصلا نفسها كانت لما الناقة دي بتروح تشرب من البير، هم ما بيقربوش من البير ده في اليوم بتاعها، ده الحيوانات اللي هم المفروض ما تقلهمش حاجة ولا توصوا بحاجة. ويقال ان هي كمان لبنها كان بيكفي الاف الرجال والنساء والاطفال. ويقال كمان ان لما كانت بتنام في مكان، برضو الحيوانات ما كانتش بتقرب من المكان اللي هي بتنام فيه، وبيسيبوها تنام في المكان لوحدها. فده ان دل على شيء، يعني تخيل الحيوانات التانية بتتعامل ازاي معاها. الحيوانات فهمت ان دي مش حاجه عاديه، دي معجزه من الله وايه من الله زي ما ربنا ذكر، فبالتالي ما كانوش بيقربوا ناحيتها. لكن البشر كعادتهم. فسيدنا صالح وصهم، قال لهم ما يأذوهاش وما يضربوهاش وما يشربوش في اليوم اللي هي بتشرب فيها. ويعني هي بتشرب في يوم زي ما ربنا ذكر لنا، وهم بيشربوا في يوم تاني. قعدوا فترة ما بيعملوش حاجة، ما بيجوش ناحيتها، ولكن العناد والكفر وإبليس خلوهم إن هم يقرروا إن هم يقتلوها. اجتمع القوم وقرروا أخيرا إن هم هيقتلوها، واستعانوا على ده بواحد اسمه قدار بن سالف. قدار بن سالف ده يقال إن هو كان من أشر الكفار اللي موجودين في الوقت ده. أنا مش عارف يعني إيه أشر الكفار، هم أصلا كونهم كفار وجاحدين بنعم الله وبيعبدوا الأصنام، فهم أصلا أوريدي أشرار. المهم إن هو قتلها. المهم إن هم الأول ضربوها في ساقها بسهم، وبعد كده اتقتلت او تم نحرها او عقرها زي ما ربنا ذكر لنا. تمام. وبالمناسبه الايه اللي ربنا بيقول فيها، بيذكر لنا فتعاطى صاحبهم فعقر. انا كنت معتقد ان فتعاطى صاحبهم فعقر معناه ان هو شرب الخمر، ان فتعاطى صاحبهم فعقر اللي هي ان هو مسك الناقه وذبحها. سيدنا صالح لما عرف باللي هم عملوه غضب جدا من فعلهم، وحذرهم بان العذاب، لان في الايه الاولانيه لما الايه اللي ربنا بعتها اللي هي الناقه جت، سيدنا صالح حذرهم ان هم لو اذوها هيجي لهم عذاب قريب. فسيدنا صالح لما عرف اللي هم عملوه غضب جدا وقال لهم تمتعوا في داركم 3 ايام، يعني فاضل في مهله 3 ايام، وبعد ال3 ايام دول عذاب ربنا هيسيبكم. هم كعادتهم ما لم يأبهوا يعني لده، وما شغلهمش اللي بيقولوا سيدنا صالح، عادي بقى كعادتهم. وبعد 3 ايام فعلا يقال ان الاول يوم وشهم بقى اصفر، تاني يوم وشهم بقى احمر، تالت يوم وشهم بقى اسود. وفي اليوم الرابع او في صباح اليوم الرابع لما الشمس اشرقت، جت عليهم رجفه من الارض وصيحه من السماء زهقت بيها ارواحهم، وفضلوا على حالهم او فضلوا مكانهم بمعنى اصح. يقال ان المكان اللي هم يعني اللي موجود فيه قوم سيدنا، او اللي كان موجود فيه قوم سيدنا صالح اللي هم ثمود، قال ان هو لحد دلوقتي بيتم زيارته من قبل السياح. انا ما اعرفش هو هناك لسه في تماثيل ليهم او اثار ليهم، لكن في حاجه بتقول عن الرسول عليه الصلاه والسلام ان هم عدوا، الرسول عليه الصلاه والسلام والصحابه عدوا في يوم من الايام على منطقه الحجر دي، وان هم شافوا الاثار بتاعتهم. ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام حذر الصحابه اللي كانوا موجودين معاه طبقا للحديث اللي احنا بنشوفه ان هم ما يشربوش من المكان اللي كانوا بتشرب منه الناقه، او المكان اللي هم كانوا بيشربوا منه، خشيه من ان ينزل عليهم عذاب قوم صالح اللي نزل على القوم دول وقتها. لحد هنا بنكون وصلنا لنهايه قصه سيدنا صالح وقوم ثمود. لو انت اول مره بتشوفني ووصلت للحظه دي، مشكورا. انزل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك جديدنا باستمرار دايما وابدا. دعمكم بيفرق معايا بشكل كبير جدا، وبكون مبسوط جدا بتفاعلكم. شكرا جدا لكم، اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.